السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا من جديد. نتمنى تكونوا بألف خير وعلى خير. اليوم غادي نوجد معكم واحد الوصفة ديال البسطيلة المغربية مع واحد السر اللي ما كيقولوش كلشي. انا غادي نقول لكم في التالي ديال الفيديو ان شاء الله. تبعوني، والى عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد، ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. عندي هنايا انا عملت 3 ديال النصوصه ديال الدجاج. نتوما الا كانت عندكم دجاجه كبيره تكون احسن. حوالي 2 كيلو ونصف. عندي هنا كيلو، ما يكونش قل من كيلو. انا بصراحه عندي واحد الكيلو 200 ديال البصله اللي قطعتها هكذا رقيقه. ومهم، وفاش كنقول لكم مهم ركزوا مزيان على مهم تكون هكا رقيقه، ما تكونش شرائح غليظه. عندي حزمه بالقزبر والمعدنوس اللي انا عندي هنا كتير، غير من قطعته رقيق كيبان لكم هكذا. ضروري يكون كتير. عندي الملحه، عندي ملعقه صغيره ديال القرفه، ربع ملعقه ديال البزار، عندي نصف ملعقه ديال الزنجبيل، وملعقه صغيره عامره ديال الكركم. عندي 8 ديال البيضات بالحجم متوسط. عندي اللوز 500 غرام، ما غاديش نستعملها كامله، اللي هو ديجا مقشر. الا ما كانش عندكم مقشر سلقوه واحد دقيقه في الماء وقشروه. عندي كأس ديال العنبه ديال السكر، وعندي الورق الخاص بصراحه خاص غير بهذا السيجار هذا وهاد المثلثات هذا. احنا ما متوفراش عندنا هنا الطريه، الا كانت طريه يكون احسن. هذه صعيبه. من بعد ما حطيت في طنجره الضغط البصل بدون زيت، كيف ما لاحظتوا معايا انا ما وضعتش الزيت في المقادير، حيت انا البسطيله ديالي ما كنوضعش فيها الزيت. حطيت عليها القزبر، ضروري يكون بكميه كثيره، قزبر والمعدنوس. كركم ملعقه صغيره عامره. القرفه نصف ملعقه صغيره. كنعملها هكا، ما كنعملهاش عوض باش تجي بنينه. ربع ملعقه صغيره ديال البزار، ونصف ملعقه ديال الزنجبيل. البزار ماشي مهم، الا ما عملتوش تقدروا ما تعملوهش. غادي نخلط مزيان. من بعد ما غادي نوضع الملحه الجهد الكافي، وغادي نحط الدجاج ديالي. من بعد ما وضعت الدجاج وبدون ماء، غير البصله غادي تطلق الماء ديالها، سديت الكوكوط وعلى نار هادئه حتى يطيب. مباشره من بعد ما حطيت الزيت في المقلاة وهي بارده، هذه المرحله مهمه اللي غادي تخلي اللوز ديالنا يجي مقرمش، ما غاديش يجي رطب. انا هذه هي الطريقه ديالي. وضعت اللوز على الزيت بارد وهو على نار مجهده، وانا كنقلب فيه، ما كنريحش من التقلاب باش ياخذ لي واحد اللون كامل، يعني ماشي شي ياخذ اللون وشي لا، ضروري من التقلاب المستمر بهذا الشكل. كنقعد واحد 3 ثواني او 4 ونخلط، 3 ثواني او 4 ونخلط حتى ياخذ لي واحد اللون اللي كنحب، او اللون ديالو اللي كان نقدموه به بهذا الشكل. وهنا عندي واحد الطبسيل فيه ورق نشاف، غادي نحط عليه اللوز ديالي باش ما يبقاش فيه الزيت. هاد الزيت هذا ما غاديش نضيعو، غادي نحطو في واحد الاناء يتبلع مزيان، وغادي نستعملو في سلو ان شاء الله قبل رمضان. غادي تشوفوا معايا واحد الوصفه ديال السلو. وهذا اللوز ديالي كنحيدوه شويه قبل ما ياخذ هذا اللون، وغادي يزيد شويه بوحدو غير في التبصيل، غادي يزيد يكمل اللون المزيان. من بعد ما طحنت اللوز كيف ما لاحظتوا غادي نبدي نعمل هذا الشكل هذا. لاحظوا مزيان، غادي يطلع الفوق داك الخشن، وغادي نحيدو حيت غادي نزين به البسطيله ديالي او الوجه ديال البسطيله. كنحرك غير هذاك الفوقاني كيطلع داك الغليظ، وكيبقى داك الرقيق لتحت حتى حصلت على داك الشيء اللي غادي يقدني. المهم غادي نحط نصف ملعقه صغيره ديال القرفه، وكأس ديال العنبه ديال السكر، وغادي نطحن. من بعد ما طحنته مزيان كيف ما لاحظتوا على هذا الشكل هذا،
بحال الشكل ديال الكسكس الفان يعني رقيق او سميده رقيقه. وبالنسبه للوز انا ما قلتش لكم باللي ما عملتش كاع 500 غرام، عملت جوج قسمات وخليت قسمه، يعني عملت 300 غرام وخليت واحد الباقي 200 غرام. الدجاج ديالي من بعد ما طاب حيدته وغادي نخليه يبرد شي شويه. حيدوا له العظومه والجلده، انا كنحيد الجلده واللي بغى يخليها يخليها. ومن بعد ما سالينا كامل المراحل، هنا ديك التخميره من بعد ما بردات الدجاج، من بعد ما حليناه وفتتناه الاطراف، عندي هنايا هذاك اللوز وورق البسطيله والعسل واللوز اللي غادي نزين به الوجه ديال البسطيله. عندي هنايا الدقيق مع الماء اللي غادي نسكوتشي به الورقه ديالي ديال البسطيله. هنا عندي الورق ديال البسطيله عملت 4 وحطيت وحده في الوسط. الا كانت هنايا عندي داك السمن، السمن الحلو ماشي حار، غادي ندهن به التحت ديال البسطيله ديالي. من بعد ما غادي نوضع واحد الملعقه ديال الزيت باش يتمشى لي داك السمن هذاك. غادي نحط الدغميره ديالي، عاد نحط فوقها الدجاج، غادي نوزعها بجميع الذره ديال المول ديالي باش ياخذ لي داك الشكل او الذره كامله، باش تجي على الذره كامله. كيف ما لاحظتوا معايا انا ما متوفراش عندنا هنايا هذا الورقه ديال البسطيله. هادشي كنت فهمته في الورق في البسطيله ديالي ديال السمك اللي عملتها سابقا معكم، ما متوفرش عندنا، لهذا غادي نعملها غير بهاد الورقه واخا ما كتلمطش مزيان وكل شيء. المهم عندنا ما نديرو هادشي اللي موجود هنا. غادي نعمل اللوز كيف ما لاحظتوا وبواحد الكميه كثيره، ماشي غير ندردر، يعني بواحد الكميه كثيره. وغادي نبدل نلمط في داك يعني الاطراف ديال العجينه ديالي، كردهم الوسط باش كنتني. كيف ما لاحظتوا معايا من الورقه يعني ما كتساعدنيش في الطلماط وما كتجيش كيف الطريه. انا عملت لها سدان بهذا الشكل هذا. المهم نسدها وصايي. بالنسبه اللي ما عندهمش الورقه ديال البسطيله الطريه يعملوها بهذا الشكل هذا، ما غاديش يقدروا يلمطوها بهذه كيف ما كنلمطوها بديك الطريه. المهم نسدوها والسلام. هنا كنوضع الدقيق مع الماء في كل شيء الجوانب اللي كنشوفهم بحال ليله ما مسدودينش باش ما تقطعش ليا. وهنا عندي الفور درجات الحراره عاليه 240، غادي نحطها في وسط الفرن. المهم غير تبدي تسخن وغادي نحط عليها هذا السمن هذا، غادي ندير لها الوجه مزيان من بعد ما تسخن ونخليها حتى تاخذ اللون الاحمر. البسطيله ديالي من بعد ما وجدات
وهي كانت سخونه مباشره من بعد ما خرجتها بالفور. حطيت على الوجه ديالها العسل، دهنتها مزيان مزيان، حطيت عليها داك اللوز. بصراحه داك اللوز ما قدنيش، زدت شي شويه ودردرت عليها واحد شي شويه ديال السكر كلاصي، ماشي بزاف، غير واحد شويه. وحطيت عليها هاد النجمه ديال بلادي، النجمه المغربيه. انا جالي في بالي نحط فيها غير النجمه باش تبان بلي الطريقه مغربيه 100%. من بعد ما قطعت لكم واحد الطرف باش تشوفوا كيفاش جات هائله، وديك التغميره رائعه. وبالنسبه للسر اللي قلت لكم، يعني فيها واحد السر اللي ما يقولوش كل شيء في اليوتيوب. البسطيله الا بغيناها تجي ناجحه ما خصش يكون البصل ديالنا مقطع شرائح كبيره، خص ضروري تكون الدغميره. الا ما كانتش الدغميره راه ما تجيش البسطيله ديالنا بنينه واللوز بكثره. الا كانت البصله مقطعه يعني قطع كبيره، راه ما غاديش تجي البسطيله هي هذيك، غادي تجي غير البصله مع البيض، ما غاديش تجي مدغمره، يعني ما غاديش تسمى دغميره. ونتمنى تعجبكم ونكون فتكم بهذا السر هذا. وبالنسبه للبسطيله ديال اليوم، ولاو كيديروا فيها اللوز من الفوق وكتسمى البسطيله الملكيه. وبصحتكم وراحتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.